الفضيحة الأخرى كانت فضيحة أبو غمزة، أبو معزة، أبو الشيباني، اللي الصحفية يعني الموضوع ما كان مرتب يعني بمراجعة الفيديو كمان. الصحفية الكردية الألمانية أو الألمانية اللي بتنحدر من أصول كردية التفت إلى الجولاني وأرادت أن تسأله كاي، لأنه يعني لقاء مفتوح للصحفيين والسياسيين والقادة والرؤساء والمسؤولين، وبيدردشوا على هامش الجلسات. فيتدخل الأمير القطري. طبعا الأمير القطري ما بيعرف الصحفية، ما بيعرفها يعني، ويتدخل. وكان تدخله يعني فيه من اللباقة. يعني أنا مشان ما نظلم حدا يعني، بهدوء. وتعامل أيضا، تعامل مع الصحفية بناء على إرشاد وتوصية من الشيباني، وبالتالي المسؤول عن هذا السلوك الدنيء والوسخ وهي الفضيحة هو الشيباني نفسه، وزير خارجية وكبير دبلوماسي الجولاني، وكبير قتلة الجولاني لما كان بالعراق على زمن أبو مصعب الزرقاوي. فالشيباني أبو غمزة وبهذا السلوك الدبلوماسي الحصيف المحترم أنه يعني تجاهل أو لا ترد أو كذا. ف فما كان إلا من الأمير القطري أنه يحوّل الموضوع من الجولاني إلى الشيباني، يحوّل الصحفية. وطبعًا الصحفية لم تتابع الموضوع ولم تلتزم لا بتوصية الأمير القطري ولا بغمزة الشيباني، ولم تمنحه الشرف الدردشة والخوض معه وطرح الأسئلة على الشيباني. لا، هي جاية يعني كأي صحفية بوجهتها محددة نحو الجولاني، نحو أحمد الشرع، أو ما يقال له أحمد الشرع يعني. فهذا السلوك أيضا كان إحدى فضائح نظام الجولاني في في واشنطن. شو كمان؟